كلنا طبعا عارفين ان مروان سري يعني اشترى او يعني شارك في نادي انجليزي، وكلنا فرحنا له، وانا كمصري انبسطت جدا. كان في واحد قرر ان هو يعمل حاجه ما غير مألوفه لاي يوتيوبر او اي بني ادم عامه، ويستثمر في نادي مصر، في نادي انجليزي والكلام ده كله. وحقيقي كنت فرحان له من قلبي والله، وعملت فولو للنادي، وقلت هتفرج والله على ماتشاته في الدرجه الرابعه وصباح الفل. اللي ما عملتش حسابه ان هم يطلعوا بكميه الوساخه دي تماما. ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه اللي حصل مع سلمى، وايه اللي جرى بالظبط؟ خليني اقول لك. اللي حصل يا سيدي ان كان في اجتماع لمجلس الاداره، او يعني قاعده كده مع الصحفيين بيتناقشوا، بيعرفوا الناس بقى ان مروان سري عمل كذا كذا، وفي حاجه زي سبورت دايركتور يعني اسمها سلمى والكلام ده. فقررت واحده لا يقال عليها غير ان هي ست، مش عارف اقول كلمه ما فيهاش شتيمه، فيعني انتوا عارفين عايز اقول ايه. هي دي ست عامه، ست مريضه نفسيا، يعني طلعت واعترضت يعني ايه يكون في عرب او مسلمين بيسبورتوا اخواتنا اللي بيموتوا كلهم، ويشاركوا يحطوا فلوس في النادي، ويبقى عندكم حد في الاداره بيسبورت. لان سلمى طبعا كانت حاطه يعني لاخواتنا ان احنا اي حد بيحاول يعمل اي حاجه على السوشيال ميديا بيحاول اللي هو يعرف الناس يعني اللي بيحصل. فسيتي طبعا اتضايقت وقالت لك احنا ملناش علاقه باللي بيحصل، احنا لازم نكون بره الكوره. رغم ان طبعا لما قامت الحهره به يعني في اوكرانيا وروسيا، كانوا اول الناس اللي كانوا بيقفوا لهم في الماتشات، لكن احنا لا عادي، احنا مفيش مشكله، احنا ممكن نموت يعني. فاللي حصل ان الست دي اعترضت، وحتى نزلت هي دي التويته، وده الاكونت بتاعها لو حد عايز يخش يشتمها طبعا يعني ينور، لان في ناس كتير قوي بيشتموها. فيعني خش شارك مع اخواتك. القرار اللي طلع من النادي ان هم يفصلوا سلمى على طول. معرفش مروان هيعمل ايه في حاجه زي دي، هل هو ليه كلمه انه يعرف يرجعها تاني، او ممكن يسحب استثماره بقى، انا معرفش ممكن يعمل ايه بصراحه. بس اللي حصل ده ما ينفعش يتسكت عليه، وهو حتى قال ان اي حد دفع فلوس عشان يروح يتفرج على الماتش يكلمه شخصيا وهو يرجع له فلوسه. انا كمحمد ما عنديش حاجه اعرف اعملها غير ان انا عملت انفولو، لان ده اللي هيوجعهم. هم كانوا على حاجه و20 مثلا الف فولور، بقوا 284 بسبب مروان بس. فانا لو مكانه هقول للناس كلها تعمل انفولو للفريق الحقير ده، وللست الوسخه دي نعمل لها مثلا ريبورت ولا حاجه، عشان اللي حصل ده ما ينفعش يتكرر. اللي حصل ده شيء قبيح قوي، وحسبي الله ونعم الوكيل يعني.